عسلامة، اسمي وسام صمود، عمري 27 سنة، حاصل على الإجازة الأساسية في القانون. حاليا نعد في المذكرة متاعي في القانون الدولي العام، نخدم دون ستارت اب وحامل لمرض الهيموفيليا. هيموفيليا هو مرض جيني، يكون عندنا مشكلة في تخثر الدم، مما يسبب في حالة ان كونك تتجرح ولا حاجة نزيف كيف في بلايص زرق في بدنك. والمشكلة اللي تنجم تصير والإنسان لازم يحتاط منها بصفة كبيرة هو كونك تضرب في أحد المفاصل متاعك، مما يسبب لك صعوبة في الحركة وأوجاع. أنا عرفت لي أنا مريض من أنا صغير، والدي وقت كانوا يلقاو عندي بلايص زرق ولا أي حاجة، هزوني للسبيطار وقتها وللطبيب وكل باش يسألوا. غاديك عملوا لي تحاليل اللي كانت لازمها تتعمل، ومن غاديك تم تشخيصي بمرض الهيموفيليا كحالة جديدة في وسط العائلة، خاطر ما عندي حتى حد نعرفه قبل كان عنده المرض هذا. اليوم حاملي مرض الهيموفيليا خرج آخر إحصائيات في 2022 613 مي كيف فما ديما نقولوا اللي كانوا فما عباد باز ما يشفي قبل المرض متاعها. ممكن 50% من العدد هذايا عباد ما تعرفش المرض متاعها ما يشفيقة، ممكن يتم معرفة متاعهم في عملية بعد وفاتهم في سن متأخرة حتى. وهنا لازم نوعيه أكثر وأكثر وأكثر باش كونه اللي يحس عنده فما أعراض ولا أي حاجة كونه يتوجه واحد من المراكز والأقسام المختصة في تونس باش يعمل تحاليل متاعه، ولا لأي طبيب قريب له ممكن هو زاد كيف يكون عنده فكرة ينعته باش كونه يمشي للمركز المختص، وغاديك يتم تشخيصه ويعرف شنو لازم يعمل. حقيقة ما كانش عندي مشكلة في كون الناس تتقبل هنا عندي هيموفيليا، قد ما كان عندي مشكلة ممكن في الخوف متاع العباد، الخوف اللي نتقبلوا كونوا يخافوا على الانسان هذايا كونه يتضرب، سواء اصحابك وانت صغير وقت باش يلعبوا معاك، سواء المعلمين اللي معاك يقريوا فيك، سواء اي حد. العباد اللي كانت برسمي تحس عندك الخوف ديما اللي في عينها. هذا هو الحاجة هذه بدأت بشوية بشوية ممكن تتبدل، وكل وقت بديت نكبر أنا أكثر وبديت نوعى وبديت نعرف أنا ما لدي وما علي باش نعملو باش نحافظ على روحي باش تكون ظروفي الصحية أحسن. هذا كل لاحظت لي كونه حتى الانتوراج اللي داير بيا بدأ يتقبل أكثر المرض وكيف يعرف يتعامل معه. اليوم اللي راح حتى التوعية حاجة أساسية وواجبة لمرضى الهيموفيليا في أي قطاع أو أي مجال موجود، سواء في المدارس موجودة صغيرة متاعنا، سواء في الخدمة متاعهم، حتى في القطاع الصحي والكل كيف لازم اليوم نعيو أكثر بمرض الهيموفيليا، خاطر ساعات الراو فما خوف ينجم يكون موجود كي تمشي أنت للإيرجونس ويسمعوا بيك عن هيموفيل ولا حاجة ما يعرفوش كيف يتعاملوا معاك، يبعثوك للسبيطار متاعك اللي هو عندك كما قلت موجود في تونس في عزا عثمانة، موجود في فرحات حشد في سوسة، ولا موجود في شاكر في صفاقس وغيره. ما لازم ديما يكون فما طريقة متاع تعامل ومش ديما لازم نخافوا. أصحاب كيف حاجة مهمة، ولا أصحابي يمثلوا لي عائلة في حياتي. كيف الأصحاب تختلف من أصحاب الطفولة متاعك اللي كنت تلعب معاهم، وكيف ساعات يخافوا كونك تضرب وانت موجود معاهم والكل. من أصحابك كما قلت انت كبرت وهما كيف عرفوا المرض متاعك وتقبلوه وقرروا باش يكونوا داعمينك. وانا ديما نقول لأصحابي دعم كبير وسند كبير ليا. اليوم حياتي قاعد ناخذ في دواء جديد، وحاجة هذه غيرت لي برشا زادة من طريقتي كيف نجم نتعامل كل يوم. بين قبل كنت بريزامبل نربط حياتي بالوقت اللي ناخذ فيه دواء ولا حاجة، ما نجمش نخرج لمدة طويلة ولا حكاية. وبين تو اللي كوني وليت لا ناخذ دواء اللي كانوا المدة متاعه تدوم أكثر، الوجاية أقل، وكل نلقى روحي مرتاح، نجم نخرج مع أصحابي أكثر، نمشي نعمل قهوة أكثر، نجم نعمل اللي نحب. ونبدأ أنا بيان سور في نطاق المعقول، ما نبدأ أنا على الأقل ضامن لي كوني أنا ماهوش تصير لي حاجة تنجم تعكر لي المزاج نتاع الخارجة هذيك أنا ولا أصحابي. أنا تو عندي عام اللي قررت كوني نكون أكثر نخرج ونحكي والكل، وتو عندي عام من اللي قاعد حياتي زاد قاعدة تتبدل.
ملي كنت طالب تو وليت طالب وقاعد نخدم. الحاجة هذه كيف التزامات زادت، كيف المجتمع المدني الحالة هذه للحظة هذه أنا موجود وفاعل. وهو هنا يبين لي كونه كما قلت قبل لكونه بالأمل وبالإيمان ما فما حتى شيء مستحيل. راهو الهيموفيليا راهو إنسان يعيش بطريقة عادية مع بعض الوقاية اللي نتصور الوقاية حاجة واجب على أي إنسان سواء عنده مرض شو لا. هنا كيف أنا ديما نخمم لكونه لازمنا نزيدوا نوعيوا أكثر بالمرض هذايا باش العباد تفهموا، باش الرأي العام يفهموا، باش والدينا يفهموه، باش حتى احنا نفهموه. خاطر ديما التوعية حاجة لازمة. أنا ديما كيف نتوجه أكثر لأصحاب القرارات باش يكونوا موجودين باش يعاونوا مرضى الهيموفيليا هذوما. اليوم كما قلت فما أدويات موجودة تنجم تحسن حياة الهيموفيليا أكثر. وهنا بيانسور نتوجه لوزارة الصحة، نتوجه لوزارة الشؤون الاجتماعية، أصحاب القرارات، كيف للمجتمع المدني، لجميع الأطراف كونه تخدم على الحاجة هذه باش نراو اليوم مرضى الهيموفيليا متاعنا في حياة أفضل، باش نراهم أحسن حالتهم يوم بعد يوم وراهم فرحانين. خاطر ما هو سهل كان أنت اليوم ما تستثمرش في العباد هذوكم بشوي نجم تسبب لهم حالة من الإعاقة لا قدر الله وكل، وهنا يوليو عائق على الدولة، عائق على رواحهم، وممكن ما ينجموش يقدموا الإضافة ينجموا كانوا يقدموها كان ياخذوا العلاج الأفضل لهم ولحياتهم. بدايتي في المجتمع المدني كانت من خلينا نقول 2019 مع الغرفة الفتية الاقتصادية بباردو، كيف مع جمعية تونسية للهيموفيليا. وخلينا نقولوا للمجتمع المدني هو اللي بنى وسام صمود اللي راو فيه عليه اليوم. هو اللي علمني كيفاه نكون صبور، هو اللي علمني كيفاه نكون طموح، هو اللي علمني كيفاه نخمم بطريقة لكونه ديما التغيير الإيجابي لازم يكون موجود، وكيفاه لازم ديما فما أمل وفما إيمان بالحاجة اللي نعملوا فيها. بديت بديزاكسيون ديما موجودين كما قلت من 2019 من خيرية، من تكوين سيرتو مع الغرفة الفتية الاقتصادية، من عباد يشبهولي في الجمعية التونسية للهيموفيليا من هكاكا. وبعد بشوية بديت نقول علاش ما نكونش عنا مشروع يخدم على الهيموفيل بطريقة أكثر واضحة واستراتيجيك. ومن غاديكا كيف صبيت وقتها مع الاتحاد العالمي للهيموفيليا بعد مشاركتي في المؤتمر العالمي باش نقراو على البليدوي اللي هو ما يسمى بالمناصرة، وهو كونه نمسوا أكثر العباد الرأي العام والأصحاب القرارات وكيف العباد اللي الحاملة للمرض هذايا باش نوعيهم بالملادي وكيف باش نسعاو أكثر للتغيير الإيجابي في حياتهم اليومية. أنا كلمتي في الآخر ديما نحبها تكون متوجهة للناس كل، العباد اللي حاملة أي مرض، العباد اللي عندها أي نوع من معاناة قاعدة تحس بها في حياتها، للرأي العام، لأصحاب القرارات، للوالدين، ممكن جميع الأطراف. اللي كونه نعرف تعيشوا فيه ديما مو سهل، ونعرف للاختلاف ديما حاجة تسبب نوع من التوتر والارتباك والحاجات هذوكم الكل. بيخليكم ديما مأمنين باللي قاعدين تعملوا فيه، مأمنين لكونه غدوة خير، مأمنين لكونه أي مرحلة قاعدين تمروا فيها في حياتكم راني نعرفها. راهو حياتي ولا حياة أي واحد فينا عمرها ما كانت فترة كل من السعادة وكل حاجات باهية، لا بالعكس حاجات هذيك باز راهي جات بعد معاناة وجات بعد برشا حاجات. دونكم خليكم قائدين في حياتكم، خليكم أمنين في حياتكم، وخليكم مؤمنين سيرتو في حياتكم برواحكم بالعباد اللي دايرين بيكم وبربي.